قبل ما نتكلم عن ال8 صفات، هنتكلم عن الدوافع الأول اللي بتخلّي الشخصية دي متلاعبة، نعرف جذورها إيه، عشان ما نفتكرش بس إن هي دي حاجة حلوة وميزة وإن الشخص ده قد إيه ذكي، وفي اللاواعي عندنا نقول إيه، طب ما إحنا ممكن نبقى متلاعبين، ما إحنا ممكن نبقى زيّهم، لأ عايزين نفهم هي ليه أصلًا كده، هل هي عنديها اضطراب الشخصية النرجسية؟ أنا شكيت، أو ممكن تكون borderline اضطراب الشخصية الحدية، برضه شكيت، ولكن في حاجة مش كتير بيتكلموا عنها، إن ممكن يبقى حد عنده سمات من اضطرابات، مش شرط يكون متشخّص باضطراب واحد بس. بُصّوا حاليًا ما فيش أسهل من التشخيص، يقول لك الشخص ده نرجسي، فما فيش أسهل من تشخيص الاضطراب، نقول على شخص إن ده مضطرب فكده خلاص تمام، فإحنا اللي هنعرفه بقى شخصيتها والسمات اللي عندها. أول حاجة الخوف من الخسارة، يعني إيه الخوف من الخسارة؟ فاكرين المشاهد بتاعة أول ما خسروا ثروتهم حاولت تعمل إيه عشان ترجّع الثروة دي؟ فكرة خوفها من الفقد وخوفها إن هي تقِل اجتماعيًا، تقِل ماديًا، جاية من الخوف من الخسارة، دي من أقوى الدوافع، تحديد القيمة بالأملاك، قيمتها على حسب بتملك إيه، حتى هي بتقيس الناس وهنلاحظ ده في المسلسل، أو بتقرّب من الناس المعيّنة على حسب هُم معاهم إيه، زي ما كده لمّا جوّزت بنتها وراحت مضّته على شيك بمبلغ معيّن، كل هَمّها إن هي ما يخسروش المكانة اللي هُم فيها، والموضوع قلب معاها بإن هي ما عندهاش مشكلة تخسر مبادئها أو تروح تتعامل مع ناس مش كويسة أو ناس بيحتقروها لمجرد الأشياء المادية، زي الراجل اللي هو أبو الولد، إن هو أصلًا كان بيعاملها بطريقة فيها استحقار ليها ولعيلتها، وبرضه راحت واتنازلت عن بنتها بقيمة معيّنة علشان تتمم الفرح، الدافع بتاعها إن هي بتقول زي ما أنا اتأذيت فأنا كمان هأذي، زي ما أنا مرّيت بحاجات وِحشة، فأنا أستحق إن أنا آخُد وأمُر بحاجات كويسة. دايمًا كانت بتدّي مبررات لنَفْسها في الأذية، فاكرين مثلًا لمّا جات خانت جوزها في المواجهة معاه لمّا مات، قالت أنا قعدت أربّي عيالك، أنا اتأذيت وضيّعت حياتي وأنت فلِّست وأنت، وقعدت تدّي مبررات كتيرة أوي إن هي بتخونه، مبررات وما طلّعتش نَفْسها إن هي غلط أصلًا، أنا مش فاكرة إن هي طلّعت نَفْسها إن هي غلط. أكتر حاجة بتحرّكها من دوافعها المقارنة، عايشة دايمًا في مقارنات، العيلة الأغنى، العيلة الأجمل، العيلة اللي سُمعتها كذا، وده خلّاها تعمل حاجات غلط تبوّظ الحاجات اللي هي أصلًا خايفة منها، لإن هي بتجذب الشيء اللي هي خايفة منه، وده بيخلّينا نفهم حاجة تاني مهمة جدًا، إن هي عندها جرح رفض قديم، هُم طبعًا ما ذكروش أوي طفولتها واللي هي مرّت بيه، غير إن هي كانت جميلة وكلّه يتمناها وكل الحاجات دي، مش شرط الرفض إن هو رفض شكلي أو رفض شخصية، لأ خالص، ممكن إني كانت بتتعامل مع أهل آآ بينظّروا في كل حاجة، عايزين دايمًا يشوفوها بصورة معيّنة، هُم نَفْسهم عندهم النمط بتاع إن هُم التظاهر، ولازم نبقى أغنى عيلة وأحسن عيلة، ولازم تتجوزي ما أعرفش من إيه، مش قابلين الحاجة زي ما هي، فده خلق عندها جرح رفض. هل ده معناه إن هي ضحية؟ لأ، كل واحد عارف هو بيعمل إيه غلط، عشان ما يجيش السؤال ده في دماغك تقول يا حرام ما الشخص الشرير أو الشخص اللي بيعمل حاجات وحشة ما هو عنده دوافع وعنده حاجات خلّته كده، كلنا مَر علينا حاجات وحشة، هل ده معناه إن إحنا ناخد قرارات ونقول زي ما أنا اتأذيت فأنا هأذي، أو ندّي لنفسنا مبررات للغلط، والّا ممكن إن إحنا نختار إن إحنا نفوق ونتعلم من الغلطات دي وما نكررهاش؟ شايفاكِ أنا وأنتِ شغالة تدّي لنفسِك مبررات، يبقى كده عندها من سمات الشخصية النرجسية حُب التظاهر، التفاخر، شخصية فيروز أصلًا، بس يعني ما يمنعش إن إحنا بنحب فيها إن هي يعني واثقة في نفسها كده وشخصية كده lady كده، دي حاجة حلوة أوي في الست، المهم إن هو الموضوع ما يقلبش معانا اضطراب شخصية نرجسية، عادي إن يبقى عندنا سمات إيجابية، ولكن مش عادي إن نحوّل السمات دي لسمات سلبية، ففكرة التظاهر وإن هي lady أوي وإن هي لازم تبقى في صورة معيّنة، فاكرين لمّا كانت طالعة من لمّا كانت انتحرت، لأ مش انتحرت، لمّا عملت حادثة بالعربية، لمّا عملت حادثة بالعربية وكانت في المستشفى، فخالة بنتها تضبّطها قالت لها: "لأ أنا لازم أظهر، ما ينفعش أظهر غير كده." وقعدت تحط makeup ولبست لبس معيّن، هي دايمًا مهووسة بشكلها الخارجي قبل شكلها الاجتماعي، فدي من سمات الشخصية النرجسية الظاهرة مش النرجسي الخفي. هي رقم 1 ومش مهم تدوس على أي حد، إيه ده بنتي مش مبسوطة في جوازها، سمر بتخون جوزها، أهم حاجة عندي إن إحنا نحافظ على شكلنا الاجتماعي، هي أهم واحدة واحتياجاتها قبل أي حد،
مش مهم بنتي إن هي مش مبسوطة بجوازها، وأنا شايفة ده، واللي خلاها مش مبسوطة إن هي بدأت تخون. أنا لازم أخليها تفضل محافظة على المكانة اللي هي فيها عشان أنا مستفيدة من المكانة دي. لو هي خسرت المكانة دي أنا هخسر. فعنديها أنانية ونرجسية مفرطة. أنا أهم، مش مهم مشاعر أي حد تاني. دي ما يميز الشخصية النرجسية، من أهم سمات الشخصية النرجسية. ولكن زي ما قلت لكم هو مش تشخيص عام، هي بعض السمات. وده اللي خلاها ان هي تتعامل بذكاء مع سمر وتحاول تخليها تحافظ على بيتها. كان في دافع عمومي ودافع عاطفي، ولكن كان وراه دوافع داخليه، وان هي بتحافظ على مصلحتها، وان هي بتفكر زي ما بتفكر نفسها. يعني لما رفضت ان هي تخون جوزها، لما كان المفروض تهرب مع الشخص اللي كانت بتخون جوزها معاه ده، وقال لها خلاص احنا نتجوز، حتى لما جوزها مات وبقى عندها فرصه ان هي تتجوزه، قالت له ايه؟ لا. عشان مصلحتها فين؟ مصلحتها ظاهريا اجتماعيا مش معاها، شكليا مش معاك انت. انا بس، انا الاولويه. مشاعري عباره عن موارد، عباره عن شويه عواطف كده بتروح لحالها، شويه مشاعر كده، موجه من المشاعر بتروح وتيجي، لكن مش هي اللي بتتحكم فيا. وده شيء حلو، يا ريت احنا نتعلمه ونستغله في بعض المواقف، ما يبقاش بشكل عام نبقى كده. ولكن دي كمان الحاجات اللي احنا كنا حابينها فيها وبنقول عليها ان هي اذكى من سمر. بس هو ده مش ذكاء. احيانا ده بيكون ذكاء، واحيانا بما يسمى التلاعب لما بنأذي غيرنا. لان هي لو كانت مفوقه بنتها من الاول وطلعتها من الجوازه دي وقالت لها انفصلي، او ساعدتها على الانفصال، او قوتها، او وقفت قدامها ورفضت العلاقه دي، ما استغلتهاش لمصلحتها وان هي تصلح من وراها وبس عشان تحافظ على صورتهم الاجتماعيه، ما كانتش البنت وصلت للانتحار. ايه بقى اللي عندها من اضطرابات الشخصيه الحاديه البوردر لاين؟ الخوف من الخساره اللي احنا بنتكلم عنه اصلا من اول الفيديو. هي خايفة ان هي تخسر، خايفة ان هي تفقد شيء، تفقد المكانة. مش لازم الفقد فقد شخص، فقد شيء بيميزني ناتج عن نقص. دي من سمات الشخصية الحدية. عندها تقلب في المشاعر. فاكرين لما بتقعد تصوت وتكسر الحاجة و... وبتاع ده، ولما انتحرت مرتين، ولما قعدت تشرب، واللي هي مثلا مرة واحدة راحت ضربت حلمي ونال ده بالقلم. والمواقف بتاعتها اللي فيها كده هي مش كتيرة زي سمر، ولكن هي عندها بعض المواقف دي، ولكن مش باندفاعية قوية زي الشخصية الحدية. عشان كده أنا قلت إن هي سمات، ما مش تشخيص عام إن هي شخصية بوردر لاين أو شخصية نرجسية. عندها بعض السمات، ولكن الشخصية الحدية الموضوع ده بيبقى معاها لا، في اندفاع، في تهور، في أبيض يسود. لا، هي فيروز عندها رمادي، اللي هو لا، ما عندهاش خطوة متهورة، ولكن عندها كام خطوة اندفاعية. خلصنا الدوافع وخلصنا الكلام الجميل ده. نخش بقى على ازاي نستفيد من ده ونعرف الشخصية المتلاعبة ايه الافعال اللي هي بتمارسها علينا علشان نستفيد من ده في حياتنا. ارجوكم ما تطبقوش ده بشكل وحش. لو على راجل توكسيك اعملوا، انا موافقة، بس بلاش تعملوا ده على حد كويس. عنديها كمان سمات من اضطراب الشخصية الاعتمادية. ده اضطراب على فكرة زيه زي النرجسية زي الحدية. لو عايزين نتكلم عن الاضطرابات ونتكلم بقى في علم النفس والحاجات الجميلة دي نتكلم. اللي هي بتعتمد دايما على حد تاني. هي رفضت فكرة ان هي تعتمد على نفسها كست وتأجر مكان وتعيش فيه وتبقى مع نفسها. لا، هي حبت تفضل معتمدة على بناتها وتستفيد منهم. دي من سمات الشخصية الاعتمادية. هي مستنية راجل يجي يغير حياتها. هي اصلا لو نلاحظ هي ما عندهاش بيزنس خاص بيها، ما عندهاش حاجة خاصة بيها. هي حياتها شوبينج، سفر. مش عيب ان احنا نكون كده، ولكن لما الحياة حطينا في مواقف نحاول نتعامل معاها، ما نبقاش اعتماديين على غيرنا. حتى وهي عارفة ان حياة بنتها في قمة الخراب، فضلت مستمرة في الحياة دي عشان هما معتمدين على مين؟ على عدنان اللي بيصرف عليهم كلهم ومشغل العيلة كلها. فدي من سمات الشخصية الاعتمادية. ايه بقى علامات التلاعب اللي احنا هنستفيد منها ونخلي بالنا لما حد يعملها معانا؟ تستخدم ضعف الناس ضدهم. يعني ايه؟ يعني هي بتبقى قاعدة بتقرا الصورة. فاكرين البصة اللي كانت بتعملها كده دي؟ كنا بنعشقها. انا بحب الشخصية دي بصراحة، بعشق فيروز. مش عارفة ليه دايما بنحب شخصية اللي هو الشخص الشرير الفاهم. هي مش شريرة، بس يعني كل شخص فيه الجانب السيء والجانب الجيد، ولكن كلنا بنحب قوة شخصيتها الظاهرية. تستخدم ضعف الناس. لو نلاحظ أول ما دخلت البيت حاولت تقرا كله، تقرا نهال، تقرا معرفش ايه، عكس سمر. سمر اللي هو لا، مخها مش كده، طايش شوية.
هي كانت عارفة نهال محتاجة إيه وعدنان محتاج إيه وده محتاج إيه وده محتاج إيه وإزاي تقوي علاقتك. حتى لما لو نلاحظ هي كانت قارية عدنان إن هو عايز يعمل عيلة. لما قالت لها خلي عندك طفل، عدنان لما جه يسيب سمر في الآخر، لو تفتكروا معايا أحداث المسلسل أنا سمعته 4-5 مرات، قال لها إيه؟ احنا حتى مفيش حاجة تربطنا ولا طفل ولا أي حاجة، مفيش أي حاجة في علاقتنا دي ثابتة، مفيش أي ميزة في علاقتنا. فهي كانت عايزة تثبتها في العلاقة لأن هي مهم، هو كشخصية مهم قوي عنده العيلة. فهي لو كانت دخلت له من الجانب العيلة كانت هتكسبه. فهي علشان بتعرف تقرا الناس وتفهمهم وتقرا مشاعرهم وتقراهم من عينيهم، عشان كده هي عندها ذكاء عاطفي عالي جدا، بس هي بتستخدمه بقى في التلاعب، بتستخدم ده ان هي تسيطر، ان هي تاخد اللي هي عايزاه. فهي قاعدة تقرا كله أول ما دخلت، ده محتاج ايه والخدم محتاجين ايه ودول محتاجين ايه والسمر والولد ومهند نفسه ده عبارة عن ايه. بعد ما قرت الصورة كاملة عملت ايه لو نفتكر؟ أول حد استغلته الأضعف بالنسبة لهم نهال، وهي برضو محور البيت وهي نقطة ضعف عدنان. فهي استغلتها، استغلت مشاعرها واستغلت الضعف اللي عند البنت وعارفة شخصيتها ايه وعارفة محتاجة ايه، ولعبت على ده لمصلحتها. فالشخص المتلاعب بيعمل كده، بيقرب مننا، بيفهمنا، بيبذل مجهود ان هو يسمعنا اكتر. نادرا لما نعرف حاجة عنه. احنا لو نلاحظ اصلا شخصية فيروز ايه للغموض، مش بتقعد تتكلم مع اي حد في اللي بتحس بيه واللي ناوية تعمله يعني حتى بتعمل ده قليل قوي مع سمر، ولكن هي في العادي ما بتعملش ده مع الناس الغريبة او الناس اللي عايشة معاها في البيت. هي ما بتعملش ده، شخصيتها مش كتاب مفتوح. فهي بتحب تقرا قوي، تفهم الناس وتشوف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه عشان تشوف هتستفاد ده، هتستفيد من ده ازاي. دايما احذري ان انت ما تبقيش كتاب مفتوح مع حد، وسهل ان انت تبيني مشاعرك واللي حاسه بيه وتبيني افكارك وتبيني خططك، علشان ممكن يبقى في شخص متلاعب حواليكي وانت مش عارفه ويستغل ده بعدين ضدك او يلعب على مشاعرك. دي اول نقطه. اوقات بتستغل ضعفها وان هي تبان ان هي ضحيه، يعني لما هي عرفت ان هي غلطت وخسرت ثروتها ومش عارفه ايه، ايوه كانت حاسه بمشاعر حزن ومعرفش ايه والزعل والكلام ده كله، ولكن هي استغلت الضعف ده في ان بناتها قربوا منها، بنتها سابتها قاعده معاها وقعدت تبين قد ايه ان هي اتظلمت في حياتها. حتى لما كانت هي خاينه الراجل والراجل هو اللي في موقف ضعف وصدمه، انت اللي دمرت حياتي، انت قلبت الموضوع عليه على طول. شاطره جدا في قلب الترابيزه. دايما كانت بتقول لبناتها انتوا ضيعتوا شبابي، انتوا ضيعتوا حياتي، انا زماني كنت عملت ايه بسبب ابوكم وبسببكم وبسببكم. اللوم واحساس ان انا ضحيه وان انا عانيت كتير علشان تكسب. بس هي عندها دوافع تانية، ان انتوا تفضلوا دايما تقدموا لي حاجات عشان تعوضوني على اللي انا عملته، تعوضوني عن كم التضحيه اللي انا ضحيتها معاكم. وده بيظهر اكتر في الاهل او في احيانا في شريك حياتك اللي بيكون دايما بيحسسك بالفضل عليكي وان هو ضحى كتير قوي في العلاقة دي وعمل كتير قوي عشانك. ده اسلوب من اسلوب التلاعب عشان يخلي الشخص التاني دايما حاسس انه محتاج يقدم كتير عشان يعوض الشخص التاني. انا محتاجة اقدم 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 عشان اعوض ان هو يا عيني ضحية وعمل كتير عشاني، فبيخليكي تقدمي تقدمي تقدمي. فاحذري من ان شخص يستخدم الضعف ان هو يطلع كضحية علشان يستغلك. قلب الحقائق سهل جدا تقلب الموضوع، وده بياخدنا للرقم النقطة اللي قبلها بتاعة ان هي بتحب تبان ضحية. اي موضوع بتقولك انا عملت كده علشان مصلحتك، اصل انا خدت الشيك بتاع الفلوس من حلمي اونال لما جوزت بنتها بيسان واخدت الفلوس، اصل انا خدته علشان يا بنتي اعمل لك قيمه وعلشان ما اعرفش ايه وعلشان شكلنا وعلشان. وهي عملت كل ده عشان نفسها عشان مصلحتها. هي عملت ده ليه؟ علشان الديون اللي عليها وعلشان صورتها الاجتماعيه. مش مهم بقى صوره بنتها تتهز، مش مهم ان بنتها كانها بتبيعها، مش مهم، اهم حاجه انا عملت ايه. مع ان كان الحل ان هم باعوا الفيلا وسددوا اللي عليهم وخلاص، وعملوا الحل ده بعدين، يعني كان في حل متاح. ولكن انا هحاول استغل المواضيع كلها ليا انا، او انا بعمل كل ده علشانك. لما كانت دايما تقول لسمر يا بنتي انا مش بدمر مشاعرك وبخلي نهال ومهند يرتبطوا عشان نفسي او علشانهم، ده علشانك انتي. بس هي بتعمل ده لنفسها. هي بتعمل ده ايه ليه؟ علشان هي عارفة ان لو بنتها اتكشفت خيانتها
هيبقى مصيرهم ايه؟ في الشارع. تفكيرها مش غلط، ولكن تفكيرها بيأذي أطراف تانية، وده اللي غلط. أذت الطفلة الصغيرة، أذت بنتها لأن هي بنتها كانت بتتعذب نفسيا وهي شايفة ده، أذت بنتها في إن هي كانت عايشة في علاقة، هي علاقة مش عاطفية، علاقة مادية، كل الأطراف مستفيدين منها ماديا، مشاعريا سمر هي اللي متدمرة ومش عارفة تكون عيلة، مش قادرة تكون طبيعية. فهي بتقلب الحقائق ان انا بعمل الحاجه عشان مصلحتك، بس هي في الاخر بتعملها علشان مصلحتها. عملت ده مع نهال، يبقى انا عايزاكي تهتمي بنفسك وتقربي وتعملي وتتغيري، بس هي بتعمل ده ليه؟ عشان نهال ومهند يبقى مع بعض. تقرب من لميس وتقرب من معرفش ايه عشان ايه؟ تقرب من عدنان علشان افهم منه علشان ايه؟ كل حياتها عباره عن خطط. ده ممكن ازاي يحصل في حياتنا؟ يحصل ازاي قلب الحقائق؟ يحصل موقف، تمام، حد مثلا يحطك في مشكله وانت شايفه ان هو حطك في مشكله، يقول لك كده انا عملت كده عشان مصلحتك، ده انا رحت قلت عليكي الموقف لفلان عشان اطلعك من الموقف ده انا قصدي اعمل كده علشان اساعدك. في ناس بتعمل كده جدا، تقول لك انا مش قصدي اذيكي، ده انا بساعدك، ده انا بحللك المشكله بشكل غير مباشر. يقلبوا الغلط اللي هم بيعملوه او ان هم بيعملوا الحاجه عشان مصلحتهم، فيبانوها لك لا انا بعملها عشان مصلحتك انت، وانت بتبقي شايفه الموضوع، بس من شكهم ومن كلامهم ده بيخليكي تقولي ما يمكن انا اللي غلطانه، ده فعلا خايفين على مصلحتي. رقم 4، تعاملها مش ثابت. هي مش الشخص العاطفي الايموشنز اللي هو حساس ومرهف، هي كولد اند هوت، هي سخن بارد. ده اسلوب من اساليب التلاعب، دايما بنتكلم عنها مع الشخصيه النرجسيه، بعض الشخصيات المضطربه، ولكن هي موجودة عند الأشخاص المتلاعبين بشكل عام. يعني مرة مشاعر كتير ولذيذة، ومرة تانية لأ. ليه؟ لأن هي أصلا مشاعرها متقلبة، هي مش قصدها تعتمد الأسلوب ده، هي بس مشاعرها ما بيفرقش معاها حد غير نفسها، مش بنلاحظ عواطف كتير ومشاعر كتير مع بناتها. لا، هي على حسب المود، صاحية النهاردة عندي مصلحة ايه مع سمر أو مع بيسان، فهقوم فهلطف. ايه ده، سمر بتقع وبتنهار وحياتها تنهار، لا ده محتاجة تدخل مني ان انا احضن. متقلبة المشاعر، حتى مع نهال اهتمت بيها الفترة بعدين بعدت عنها لمصلحة بنتها، فالأسلوب ده بيخلي المحيطين بيها هم محتاجينها وفي نفس الوقت مش عارفين يبعدوا عنها. اعذروني اعذروني، المايك فصل، فهنضطر نكمل الكام دقيقة اللي فاضلين. استحملوا الصوت، انا عايزة اخلص لكم الفيديو. تعاملها اللي مش ثابت هو اللي مخلي الناس بتتعلق بيها، وده اسلوب بيعمله كتير قوي من المتلاعبين، وخاصة الرجالة. يبعد يقرب يبعد يقرب فانت تتعلقي، مش عارفة هو عايز ايه، مش عارفة هو بيحبك ولا لا. الاسلوب ده بيخليكي للأسف تقربي اكتر. خامسا، الشخص المتلاعب بيتعدى الحدود، دايما بيتدخل في ملوش فيه، او بيسأل اسئلة ثعبانية شخصية. هو بيجيب تاريخك، واللي بيميز المتلاعب ده كمان المتلاعب النرجسي، حلو قوي ان هو يجيب تاريخك كله، يجيب تاريخك كله عشان يستغلك، مش حبا فيكي، هو بيعرف كل حاجه. فهي كانت شاطره قوي ان هي بتتعدى الحدود وبتتدخل في اللي ملهاش فيه، وده شفناه في المسلسل كله، وهي بتدخل في حياه الولد وفي حياه نهال الخاصه وفي حياه ما اعرفش ايه وفي التفاصيل، حتى في حياه لميس لما كانت عايز تعرف عنها تفاصيلها وخلت كاتيا تراقبها. هي دايما بتتعدى الحدود، ولو حد قال لها انتي بتتدخلي وما تتدخليش وخليكي في حالك انا بهتم بيكي. حتى سمر لما كانت بتقول لها ما تتدخليش في حياتي وخليكي بقى بعيد وما اعرفش ايه، بتقول لها لا انا بعمل كده عشان مهتميه بيكي وعلشان انتي محتاجاني يا بنتي، انا بظبط لك بيتك وبظبط لك حياتك، ولكن هي بتعمل كل ده عشان مصلحتها. ما تخلي الشخص التاني بقى معتمد عليه على وجودها في حياته، لان هو بيستفيد منها للاسف. المتلاعب دايما ما عندوش احترام لحدود الاخرين، فلما تلاقي شخصيه زي كده في حياتك خلي بالك منها، اعرف ان هي متلاعبه. دايما الشخصيه المتلاعبه عشان بتعرف تستغل مشاعر الناس، بتخلي الشخص اللي قدامها حاسس دايما ان هو محتاج لها، وان هو مش هيقدر يبعد عنها، واني حتى لو الشخص ده بيأذيني في حاجات بس هو ذكي وبستفيد منه في حاجات كتير وبيقف جنبي. ومعظم العلاقات السامة اللي بتعاني منها الستات بتكون من راجل بيقدم حاجات كتيرة كويسة، بس قصادها بيعنفك نفسيا، بيتعبك، بيبقى شخص نرجسي، بتبقي حاسة ان انا مش عارفة انا كده ظلماه، هو بيعمل حاجات كتيرة كويسة لكن قصاد ده هو بيعمل ايه. دي من سمات الشخصية المتلاعبة. 7، استغلال الاسرار للأسف. افتكروا كده لما كانت بتساوم بنتها
على وجودها في البيت مقابل ان هي تروح تحكي لجوزها، اللي هو لو ما ظبطتيش نفسك انا لازم اعيش معاكي وانتي محتاجاني، الا اروح اقول لعدنان كل حاجه. في الحلقات الاولى من المسلسل هي عملت كده، ودي من سمات الشخصيه المتلاعبه. مفيش ام سويه طبيعيه هتقول كده لبنتها. هتلاقي الشخصيه المتلاعبه في حياتك بتقول ده بطريقه غير مباشره، وفي بجحين بيقولوا ده بطريقه مباشره عادي. براحتك، بس انا عارفه عنك حاجات محدش يعرفها، بس انا معرفش. عارفه عنك حاجات لو الناس عرفتها هتكرهك، بس انا في ناس زي كده في حياتنا للاسف، او الناس عدوا علينا زي كده. دول اشخاص بيلعبوا بينا وعايزين يستغلونا وعايزين يحطونا تحت رحمتهم لمصلحتهم هم. اخيرا واخر سمة من سمات التلاعب، الشخص المتلاعب مش بسهولة بتعرفي تظهري ان هو غلطان او تثبتي ان هو بيأذيكي نفسيا، بيضغطك، بيلعب عليكي. مش سهل تظهري ده لان هو دايما محافظ على صورته الاجتماعيه ومكانته، سواء بقى هو شاطر قوي في اخفاء المشاعر بالبادي لانجوج، الضحكه اللي دايما على الوش، التظاهر الجميل عكس ما يخفيه من مشاعر. كنا بنشوفها مع نهال ومراد، هي اصلا مش طايقاهم وقالت لبنتها خلصي منهم ومشيهم، وقدامهم حبيبي مراد، حبيبتي نهال، انتي جميله، انتي حبيبتي، انتي مش عارفه ايه. كلامها جميل بس قلبها بتشيل حاجات. ودي من اهم علامات الشخصيه المتلاعبه بقى، دي اهم حاجه هي شاطره فيها، اخفاء المشاعر. طبعا مش شرط المتلاعب يبقى فيه 8 نقاط عشان نقول عليه متلاعب، او نقول عليه مش متلاعب. يعني لو في 4 5 نقاط هنقول عليه مش متلاعب؟ لا، هو متلاعب برضه. يعني لو في حاجه من الحاجات دي مش بيعملها، هل ده معناه ان هو شخص بريء وضحيه، او شخص مش متلاعب وانا اللي فاهمه غلط؟ لا عادي، هو برضه متلاعب. ده كمان في حاجات اكتر من كده. يعني احنا بنقول اهم الحاجات الظاهريه او اهم الحاجات المتعارف عليها، فبلاش طوبتك وسذاجتك ويخليكي تقولي ايه انا ظالمه الشخص، او عدم القدره على ايه، على تقبل حقيقه ان الشخص اللي انا بحبه ليه مكانه معينه عندي وشخصيه بتاذيني. لا، صعب قوي، انا عارفه صعب قوي وحاسه بيكي، صعب قوي ان انتي تتقبلي حقيقه ان في شخص متلاعب في حياتك، شخص مؤذي بيعمل كل حاجه عشان مصلحته هو وانتي مش فارقه معاه في حاجه. تقبل الحقيقه هي البدايه. ابدا ان انا اتقبل ان في اشخاص حواليا انا حطاهم في مكانه معينه بس هم مؤذين ومتلاعبين، ثم اتعلم ان انا ما اخليش حد يتلاعب بيا واحمي نفسي من تلاعبهم.